لو انت مسيحي وعامل دايت ولو زهقت من البروتين، لو مش هتاكلي فراخ ولحمه لاي سبب عندك، برضو الفيديو ده ليك. ولو عامل دايت فهو الفيديو ده ليك. الفيديو سريع جدا وهنبدا باختيارات العشاء. احنا خلاص مش هناكل البروتين، فمش هينفع زبادي، مش هينفع بيض. طيب هنحط ايه؟ الاختيار الاول الفلفل الاحمر. عارفين الفلفل الاحمر او الاصفر الملون ده الجميل؟ هنعمله محشي. بس هنحشيه ايه؟ هنحشيه حمص شام مطحون وهنحط عليه اي خضار. فده الاختيار الاول معانا. نحط التوابل اللي احنا عايزينها ونروح حاطينه في الفرن. رقم 2 المشروم اللطيف جدا يكون مشوي جنبه اي طبق سلطه. رقم 3 سلطه الفاصوليا الحمراء. فاصوليا حمراء سلطه، نحط عليها شويه ليمون، نحط عليها شويه اعشاب نخليها طعمها حلو كده شويه وناخدها. رقم 4 شوربه العدس. اختيار جميل ورائع وبروتين، فبرضه ممكن تكون معانا في العشاء. بعد كده طبق سبانخ معمول عليه حمص ويبقى لطيف جدا ويبقى عشاء برضه عادي خالص. التوفو من الاختيارات الحلوه جدا، مكعبات توفو كده مشويه ونحط عليها شويه خضار جنبها او سلطه، وبروتين هايل. اللي ما يعرفش التوفو فهو بروتين نباتي جميل جدا. وبعد كده دي واحده اللي قالتها لي كده، يعني محشي ورق العنب اللي انتوا بتحبوه، بس هنحط فيه رز يا ريت يبقى بني وقليل قوي، معاه بقى اي خضار انتوا عايزينه تاني. والحته بتاعت الحمص الشامي المطحون اللي قلتها في اول الفيديو يا ريت نحطها. تعال نقول مثال اليوم في فطار وغدا وعشاء من غير البروتين. دي بنعملها ازاي؟ اول حاجه الفطار هيبقى فول، طعميه في الفرن، ممكن بنقطه زيت حار او بزيت زيتون، وممكن بتنجان مشوي البابا غنوج اللطيف قوي، ونروح حاطين جنبه برده معلقه طحينه صغيره بسمسم كده صافي حلو. ولينا في الفطار معلقه زيت زيتون او زيت حار، وطبق سلطه بتاعنا عادي خالص واي خضار. طب لو انت زهقت من دول، ممكن تفطر واحده بطاطايه لطيفه جدا، بس هتحط لي جنبها كده اي حاجه ترفع نسبه البروتين. ممكن طبق سلطه عليها عدس اسمر او حمص شام، هتكون لطيفه، فتاخدها الاول وبعد كده تحلي بالبطاطا. بين الفطار والغدا هتاخد ايه؟ تاخد حاجه تديك طاقه، فممكن فاكهه او مكسرات. طبعا انا مش عارف وزنك ومش عارف عندك مقاومه انسولين ولا لا، فيا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وزنك وعندك مقاومه انسولين ولا لا، عشان اقول لك النشويات هتاخدها ازاي في الفطار، وهتاخد الفاكهه امتى، وهتاخد النشويات في قد ايه في الغداء. طبعا النشويات الافضل في الصيام وانت عامله دايت انك تاخدي من بطاطا او من بطاطس او من برغل او من فريك او من رز بني. دي الاختيارات الافضل. طيب الغداء هقول لك شويه اختيارات. لو انت صايمه فسلطه جميله جدا. هنقسم الاسبوع 3 ايام يكونوا سمك او تونه او سلمون او جمبري او اي حاجه من الاختيارات دي. 3 ايام التانيين ممكن ناخد اي بقوليات، ممكن ناخد فاصوليا وممكن ناخد لوبيا وممكن ناخد عدس وممكن ناخد حمص شام. كده كده طبق السلطه قلنا ايه؟ كينوا، عدس، حمص شام اساسيين. شوربه العدس ممكن تاخدها كمان، وهتاخد النشويات بتاعتنا مثلا الرز او البرغل او الفريك مع سمك وتونه 3 ايام، والبقوليات التانيه 3 ايام. الكشري اختيار جميل جدا، حتى لو انت صايم او مش صايم، ولا لو عامل دايت عادي خالص فممكن تاخد كشري. بس يبقى معمول ازاي؟ مثلا لو هو 10 معالق فانت هتحط 3 معالق رز، معلقه او معلقتين مكرونه، والباقي كله عدس وحمص شام. برضو ده هيبقى اختيار كويس جدا جدا جدا. من الغداء والعشاء ممكن ناخد عدس اسمر، ممكن ناخد حمص شام، ممكن ناخد ترمس، وممكن ناخد لب سوري من غير ملح، وممكن ناخد مكسرات.